مساء الخير عليكم متابعيني، واهلا وسهلا بكم في قناتي قناة مطبخ غيداء، ورمضان مبارك عليكم يا ربي يعود عليكم بالخير والبركة. اليوم سويت مرقة الباقلة وصورتها لكم وحبيت تشوفوها. بداية أخذنا زيت زيتون وحطينا بالقدر. طبعا أنا دائما استعمل زيت زيتون بالأكل. حمصت هنا بصل، ضفته على زيت زيتون، وسلقت لحم على جهة أنا ما صورت لكم قطع صغيرة، وراح أضيف ويا البصل اللحم اللي أنا سلقته. راح تشوفون الفيديو طبعا. راح أيضا أضيف له تقريبا ربع كوب أو نص كوب من الشبنت، وملعقة كاري كبيرة. وراح أضيف أيضا الباقلة أو الفول اللي أني طبعا كنت مقشرته مسبقا وغسلته وجهزته لعمل المرقة. هنا شوفي خليت الفول، وطبعا هذا الشبت عندي مجمد طبعا، وما بيها شي يعني فريش مجمد عادي، المهم الطعم. ثوم شفتوا ضفت 3 حبات إلى 4 حبات. بعد ذلك راح أتركها إلى أن تسبج وتستوي الحباية يعني شوية، مالتها ضفت لها مي حار. آه، طبعا متابعيني راح تقولون ليش انتي ضفتي ثوم. الثوم عطاها نكهة وطعم جدا طيب، هو الكاري، وهي مرقة الباقلة يعني نضاف لها الكاري اصلا يعني. فهسه شوفي انها تغير عندي لونها بعد ان تركتها فترة. وطبعا مي اللحم ايضا ضفت عليها اللي بقع عندي. مي اللحم ايضا تعطي نكهة طيبة. راح أضيف عليها هنا تقريبا 3 حبات من الطماطس، عصرتهم بالخلاط وصفيتهم. وراح أضيف تقريبا ملعقتين أكل من المعجون الطماطة، وأيضا راح أزيد عليها شوية مي حار على مود تستوي على كيفها وتسبج. هاي بعد ما كملناها. الآن ما راح أضيف الملح، بالأخير أضيف الملح عليها قريب ما تريد تعقد يعني أو تستوي. أضيف لها الملح وأتركها على نار هادئة. وراح تشوفون الفيديو بالأخير. هاي النتيجة النهائية لمرقة الباقلة اللي سويناها. جربوها وطعمها جدا طيب وشهي. وما ننسى الرز طبعا، بعد ما غسلته ونقعته وقليت الشعرية نقدمه وياها طبعا أكيد. أتمنى ينال إعجابكم هذا الفيديو. شكرا لكم. مع مطبخ غيداء.